السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا الفيديو الجديد اللي غادي يكون مهم بزاف لأي واحد مهتم بالعقار، سواء باغي يشري دار أو باغي يبيع أو حتى يفكر يستثمر في 2026. لأنه بكل صراحة السوق دابا كيعيش واحد المرحلة الحساسة اللي فيها تغييرات كبيرة بزاف، واللي ما فهمهاش غادي يخسر فلوسه بلا ما يحس، وغادي يطيح في قرارات غلط سواء في الثمن أو في الوقت أو في المنطقة اللي غادي يشري فيها، وغادي يندم من بعد. ولكن اليوم غادي نشرحوا كل شيء بالتفصيل، وغادي نعطوا رؤية واضحة باش أي واحد يبقى فاهم شنو كيدور في السوق المغربي. أول حاجة خصنا نعرفوها هي أن أسعار العقار في المغرب دارت واحد التقلبات اللي حتى الاقتصاديين نفسهم بقوا متفاجئين منها، بحيث في أشهر كتشوف الارتفاع كيوصل نسب كبيرة، وفي أشهر أخرى كتلقى ركود تام. والسبب الرئيسي ماشي غير العرض والطلب، ولكن كذلك القوانين الجديدة اللي خرجت سنة 2025 واللي بدات كتطبق تدريجيا في 2026، واللي كتأثر بشكل مباشر على الثمن، لأنه أي تغيير في القانون كيخلق ارتباك في السوق سواء عند البائعين أو عند المشترين. اليوم في 2025 بزاف ديال الناس كتسول سؤال واحد: واش غادي يهبط العقار ولا غادي يزيد في 2026؟ وهنا خصنا نفهموا أن العقار ماشي سلعة بسيطة ولا منتوج يتغير بثمن صغير، ولكن هو مرتبط بعوامل كبيرة بحال التمويل البنكي، الرخص، الضريبة، الدعم الحكومي والهدم، وحتى الاستثمار الأجنبي والنشاط الاقتصادي في كل مدينة. وغادي نبدأ بأهم نقطة لكي يتجاهلها الجميع، وهي التمويل البنكي، لأن البنوك في المغرب دارت تغييرات كبيرة في الشروط ديال القروض، خصوصا بعد ارتفاع عدد الناس اللي ما قدرتش تكمل الكريديات ديالها، وهذا خلق ضغط جديد اللي خلى البنوك تولي أكثر تشدد، وهذا أثر بشكل مباشر على الطلب، وبالتالي خلى عدد كبير من الناس اللي كانوا باغين يشريوا في 2024 و2025 يرجعوا يتريثوا، وهادشي خلى بعض المناطق يهبط فيها الثمن شوية، ولكن مناطق أخرى بقات مستقرة وبقات غالية بزاف. النقطة الثانية المهمة هي أن الدولة دارت واحد البرنامج جديد لدعم السكن اللي بدأ يطبق على مراحل، واللي بزاف ما فهموش طريقة تطبيقه. وهذا الدعم خلق حركة جديدة في السوق، بحيث الناس اللي كانت ما قادرة تشتري ولات كتسهل عليها العملية، ولكن في نفس الوقت رفع الثمن في بعض المناطق اللي معروف عليها الإقبال الكبير، خاصة المدن اللي عندها مشاريع كبيرة. النقطة الثالثة اللي غادي نهضروا عليها هي البناء العشوائي والهدم، لأنها بكل صراحة أي قرار كيخرج في هذا الجانب كيخلق ضبابية في السوق، وكيخلي واحد النوع ديال الخوف عند الناس اللي باغين يشريو، خاصة في الضواحي والقرى وحواشي المدن، لأنه كاين بزاف الناس اللي بنات بدون رخص أو خالفات التصميم، والآن كاين تشديد كبير، وهنا أي عقار فيه مخالفة كيتعرض للتوقف أو الهدم، وهذا كينقص من القيمة ديالو بشكل كبير، وكيخلي الناس تهرب من الشراء في هذه المناطق. النقطة الرابعة اللي غادي تلاحظوها هي أن المدن الكبرى بحال الدار البيضاء والرباط وطنجة ولات كتعيش واحد الارتفاع المستمر في الثمن، لأنه بكل بساطة العرض قليل والطلب كتير، والناس خدامة كتير في هذه المدن، والمشاريع مستمرة، والناس باغية تقرب من الخدمة، وهذا كيخلي هذه المدن دائما غالية، وحتى إلا وقع هبوط كتكون نسبته قليلة بزاف، وماشي شي حاجة اللي تقدر تعتبر فرصة كبيرة. ولكن مقابل هذا كاين مناطق اللي فعلا غادي تشهد هبوط في 2026، خصوصا المدن اللي فيها بنايات كثيرة جديدة ومازال ما تلقاتش ليها مشترين، وهنا كنهضروا على المدن اللي فيها توسعات كبيرة والمشاريع فيها كتكتر بزاف وبوتيرة سريعة. النقطة الخامسة واللي كتعتبر أهم حاجة في هذا الفيديو هي توقعات 2026 بناء على المؤشرات الحالية. فكل التقارير كتأكد أن العقار غادي يعرف تفاوت في الثمن، ماشي ارتفاع شامل ولا هبوط شامل، وإنما كل منطقة غادي تكون عندها الحركة الخاصة بها. وهنا باش نعطيك فكرة واضحة، راه العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء دايرة اتجاه ديال الصعود الخفيف، يعني غادي يزيد ولكن ببطء. مدينة الرباط ما بين الثبات والزيادة الطفيفة. طنجة مدينة المشاريع والاستثمارات غادي تبقى مرتفعة، وفي نفس الوقت فاش تطلق المشاريع الجديدة غادي يكون ضغط على السوق. ومدن بحال أكادير، مراكش، فاس، كازا هادو غادي يكون الثمن فيهم مستقر أو زيادة بسيطة، لأن العرض ماشي كبير بزاف.
المدن اللي فعلا غادي تعرف الهبوط في 2026 هما المدن اللي ما فيهاش نشاط اقتصادي كبير واللي فيها عروض كتيرة بزاف، بحال بعض المدن الصغال وبعض المناطق البعيدة على الخدمة. وهنا الثمن كيهبط لأن الناس كتفضل تشري في المدن اللي عندها المستقبل. وكيفاش تضمن راسك ما تطيحش في خسارة في 2026؟ هنا خاصك تتبع 3 القواعد الذهبية. القاعدة الأولى، ما تشري حتى تعرف الثمن الحقيقي في المنطقة والقانون ديال البناء باش ما يشريوكش فوق السعر. القاعدة الثانية، فاش تشوف عقار غالي بزاف تفهم علاش غالي، واش على الموقع ولا المشروع ولا غير الطمع. القاعدة الثالثة هي أنك ما تشريش غير لأن شي حد قال لك السوق غادي يطلع أو لا غادي يطيح. خاصك تشوف المؤشرات بنفسك وتشوف المناطق اللي فيها حركة اقتصادية ومشاريع جديدة، لأن الثمن ديال العقار تابع الاقتصاد ماشي تابع الإشاعات. ودابا غادي نجاوب على السؤال اللي كيتكرر بزاف، واش نشري دابا ولا نتسنى 2026؟ الجواب بسيط، إلا لقيتي فرصة حقيقية، ثمن معقول، منطقة مزيانة بدون مشاكل، فالقانون وماشي عقار فيه الهدم ولا النزاعات. شري دابا بلا ما تسنى، لأن الفرص القليلة اللي كتجي دابا كتكون مزيانة بزاف. أما إلا كنتي باقي غير كتقلب وعندك الوقت، ف 2026 غادي تكون سنة مهمة، وغادي تبان فيها فروقات كبيرة في السوق، وغيكون فيها فرص أكثر، خاصة في المناطق اللي فيها العرض كبير. وغادي نختم ونقول واحد الحاجة المهمة اللي خص كل واحد يفهمها، العقار ما عمره كيهبط فجأة وما عمره كيطلع فجأة، كيدير تغييرات تدريجية، والربح ديالك أو الخسارة ديالك كتكون في اختيار الوقت والاختيار الصحيح ديال المنطقة والقيام ببحث جيد قبل الشراء.